اي ايرور تاني يبقى موجود. تمام، نبدا بقى نعمل ايه نهائي. هنا نبدا نعرف اول باكج عندنا من نوع اوتوزار باكج اي ار باكج. الاي ار باكج اللي هنعرفها دي هتبقى اسمها الانترفيسز. يعني هنيجي هنا نعرف الشورت الاي ار باكج. اول باكج هي الباكج، نعمل كنترول اي كنترول اي عشان نظبط السبيسز. اول باكج عندنا هنعمل لها الشورت دي. اول باكج الشورت نيم بتاعها هنسميه انترفيسز، اللي هنعرف فيها الانترفيسز. تمام. وهنعرف باكج تانية، وفي الباكج التانية هنسميها الشورت نيم بتاعها هنسميها ايه؟ هنسميها سوفت وير كومبوننتس. نسميها سوفت وير ايه؟ كومبوننتس. ونعرف باكج تانية، نسميها الشورت نيم بتاعها الكومبوزيشن. كومبوزيشن. تمام كده. كنترول ايه كنترول اي، نظبط السبيسز، نقفل شغلنا. كده احنا معرفين كام باكج؟ كده احنا معرفين 4 باكج، عاملين 4 باكج، واحدة للانترفيسز، واحدة للسوفت وير كومبوننتس، واحدة للكومبوزيشن. اهم موجودين اهم عندك على اليمين اهو. شورت نيم كومبوزيشن كذا. تقدر كمان ان انت تدوس على كلمة ديزاين وتتفرج عليهم اهو. عندنا 4 باكج: كومبوزيشن، سوفت وير كومبوننتس، انترفيسز. تمام. نيجي بعد كده هنا ونبدأ نشتغل على أول واحدة، مثلا الانترفيسز. احنا الانترفيسز عايزين نعرف كام انترفيس. تعالى كده معايا بالراحة. احنا عايزين نعرف أول حاجة الاليمنتس جوه الباكج دي أهي. الاليمنتس دي عايزين نعرف جواها على sender receiver interface. في الأول خالص هنعرف sender receiver interface. السندر ريسيفر انترفيس الشورت نيم بتاعه، الشورت نيم هنسميه IF interface underscore sender receiver underscore door lock. تمام. ده كده أول انترفيس. احنا عايزين نعمل إيه يا شباب؟ احنا عشان ما تتوهش مني، احنا عايزين نعمل المنظر ده. احنا دلوقتي سوري احنا دلوقتي بنعرف الانترفيسز. فهنعرف انترفيس اسمه sender receiver interface، اسمه دور لوك، وده اللي هيبقى فيه الدور ستيت. وهنعرف انترفيس تاني من نوع client server interface هنسميه الليد، وده هنعرف فيه اوبريشن اسمها ليد سويتش، ليد اندرسكور سويتش. وده الاوبريشن دي بتاخد ارجيومنت هي الليد ستيت. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي عملنا الانترفيس سندر ريسيفر دول لوك، وهنعمل انترفيس تاني بس من نوع كلاينت سيرفر، كلاينت سيرفر انترفيس، وهنسميه الشورت نيم بتاعه هنسميه انترفيس IF كلاينت سيرفر انترفيس اندرسكور ليد. يبقى دول التو انترفيسز اللي احنا عرفناهم. اول واحد بقى الدور الانترفيس بتاع السندر ريسيفر انترفيس اللي هو الدور لوج ده، نعرف فيه داتا elements. طبعا انا ماشي سريع لانك انت لو مش فاهم ارجع بقى ايه لكل سيشن راجعها. انا هنا بس بعمل مشروع على انك انت خلاص خلصت معايا. variable data prototype
وده اول داتا element هنعرفها في الفاريبل، هي داتا element واحده. الشورت نيم بتاعها هيبقى اسمه دور ستيت. دور ستيت. دور ستيت. تمام. التايب تي ريفرنس، بص بقى، عايزين تايب تي ريفرنس ليه، يعني ده بيماب لايه؟ بيماب لايه؟ طيب احنا محتاجين كمان نعمل ايه؟ نعمل باكج للداتا مابنج. احنا هنا بنطبق على كل حاجه، فانا فعلا محتاج ان انا اجي هنا برضو وهعرف باكج جديده. ليه انا بعمل الكلام ده كله؟ عشان اعلق، يعني انت تبراكتس معايا كل اللي اتعلمته. هعمل باكج جديده اسمها ماي، شورت نيم بتاعها اسمها ماي داتا تايبس. ماي داتا ايه؟ ماي داتا تايبس. طب الماي داتا تايبس دي انا هعرف فيها ايه؟ هعرف فيها اليو انت 8. طب انت تعرف فيها اليو انت 8 ازاي؟ كل العمليه ان انا محتاج الاول ان انا اعرف داتا كونسترين. طبعا ماي داتا تايب دي يبقى انا محتاج ان انا اعرف كذا حاجه. اول حاجه خلينا بس الاول نقول ايه الاليمنتس بتاعتنا اهي. يبقى دي خلينا نخلص الباكج دي الاول، هنعرف فيها ماي داتا تايب. بس الماي داتا تايب دي محتاجه ان احنا نعرف لها داتا كونسترين، ومحتاجين نعرف لها بيس تايب، ومحتاجين نعرف لها كل الكلام ده. طب الداتا كونسترين ايه الاول؟ خلينا نعرف الداتا كونسترين. احنا عايزين نعمل لليو انت 8. فمثلا خلينا نقول هنعرف داتا كونسترين. الداتا كونسترين بتاعتنا هنسميها يوزر نيم، شورت نيم بتاعها، سوري، شورت نيم بتاعتها مثلا داتا كونسترين يو انت 8. الداتا كونسترين يو انت 8 دي تبدأ تحط فيها مثلا نعرف فيها الداتا كونسترين رولز. داتا كونسترين رولز، طبعا الكلام ده خدناه المرات اللي فاتت. والداتا كونسترين رولز هتلاقي جواها داتا كونسترين رولز تانية. ندوس كنترول سبيس، في internal كونسترين وفي ايه؟ وفي فيزيكال كونسترين. الفيزيكال كونسترين الانترنال ده اللوجيكال، الفيزيكال ده فعليا. فخلينا الفيزيكال كونسترين الاول نعرف له اللور والابر، هنخليهم كلهم زي بعض. اللور ليميت هو من 0، والابر ليميت هو 255. الابر ليميت اهو 255. وبرده في بقى الفيرتشوال كونسترين اللي هو الانترنال كونسترين، ونفس الكلام هنعرف له اللور ليميت اللي هو الزيرو، والابر ليميت اللي هو ال 255. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ نقفل بقى كده السبيسز دي. كده يبقى احنا عرفنا داتا كونسترين اسمها داتا كونسترين يو انت 8. ممكن بقى ايه نمينيمايز الرولز عشان بس الحاجه. يبقى دلوقتي اول حاجه عرفناها الداتا كونسترين. تعالى تاني element محتاجين نعرف، يعني اول element عرفناه الداتا كونسترين، يبقى محتاجين نعرف تاني element هي البيز نفسه. طب البيز نفسه اجيبه منين؟ البيز نفسه برضو نفس الكلام، احنا عايزين نعرف اليو انت 8 كبيز داتا تايب. اليو انت 8 كبيز داتا تايب. فهنقول له هنا سوفت وير بيز اهي، سوفت وير بيز تايب. هنعرف فيها، نخش جواها ونعرف الشورت نيم بتاعها، هنسميه يو انت 8. هنسميه يو انت 8. تمام. بعد ما نسميه كده نبدأ بقى نعرف جوه اليو انت 8 بقى الكاتيجوري. هي دي الكاتيجوري بتاعها كام؟ طبعا الكلام ده يا جماعه انا خدناه قبل كده. فهنقول ان دي الفيكسد لينس، يعني البيتس بتاعتها ما بتتغيرش. ارجع تاني للسيشن اللي فاتت لو انت مش فاهم. فيكسد لينس، البيتس بتاعتها ما بتتغيرش. ونبدا بقى نعرف الحاجات اللي موجوده زي البيس تايب. يعني البيس تايب سايز، البيس تايب سايز ده عدد، يعني لو نزلنا كده البيس تايب سايز ده عدد البيتس. عدد البيتس.
فنقول له عدد البيتس اللي يقدر يشيلها 8. تمام. ايه تاني؟ الانكودنج، هل دي اصلا فيها انكودنج؟ فنقول له البيس تايب انكودنج ده ولا فيرست كومبلمنت ولا توز كومبلمنت، هو اصلا ما فيش ساين، فنقول له نون. هنقول له نون. تمام. بعد ما نقول له الكلام ده كله نبدأ نقول له كمان النيتف ديكلاريشن، يعني انت عايز في الاخر الجنريشن يطلع لك في السي ده يبقى عامل ازاي. ففي السي ده هيبقى هو unsigned character. unsigned ايه character. خليني بس عشان افرق لك، خلينا نسميها السوفت وير بيس تايب ده نسميه ماي يو ان 8. ماي يو ان 8. تمام. ماي يو ان 8. حلو قوي كده. يبقى احنا كده ايه؟ عملنا السوفت وير بيز. يبقى احنا كمان عرفنا السوفت وير بيز، يبقى عرفنا الداتا كونسترين، عرفنا السوفت وير بيز. دلوقتي نخش بقى على تعريف ايه تاني؟ نبدأ بقى نخش على تعريف الامبلمنتيشن داتا تايب، دي اللي هتظهر في الجنريشن كود اللي طالع. لو انت مش فاهم ارجع للسيشن اللي فاتت. امبلمنتيشن داتا تايب، يبقى هنا هنعرف الامبلمنتيشن داتا تايب. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ الداتا كونسترين، عرفنا السوفت وير بيس تايب، وبعد كده امبلمنتيشن داتا تايب. الشورت نيم بتاعها هو الوحيد اللي بيظهر في الجنريشن كود، وهسميه ماي يو ان 8. تمام. ده بقى هنعرف فيه ايه؟ اول حاجه هنقول الكاتيجوري. الكاتيجوري بتاعته ان هو فاليو مش ستراكشر ولا اري. تمام. السوفت وير نبدا نعرف بقى الريفرنسز بتاعته. يعني ايه؟ يعني نقول البروبرتيز بتاعته. السوفت وير داتا ديفينيشن بروبرتيز بتاعته كالاتي، ان هو طبعا اول ما ندوس كنترول سبيس قال لي غصب عنك لازم الكونتينر ده تاخده معاك اللي هو الفاريشنز، وبعد كده نخش قال لي برضو هتاخد ده غصب عنك. بص، فدي ميزه الاوتو كومبليت يعني. بعد كده بقى من جوه الكلام ده، دي الحاجات ايه اهم حاجه محتاجين نعرفها في الكلام ده كله. في الكونفيدنشال بروبرتيز محتاجين نعرف البيس تايب ريفرنس، ده اهم حاجه. البيس تايب ريفرنس اهو. البيس تايب ريفرنس الديستنيشن بتاعته من نوع سوفت وير بيس تايب اللي هو ده، وده موجود تحت سلاش الروت. اسم الباكج بتاعتي ماي داتا تايبس باك سلاش ماي يو ان 8 اهو. ماي يو ان 8 ده كده السوفت وير بيز تايب. يبقى ده السوفت وير بيز تايب. تمام. خلينا نعمل كده عشان نشوف. تمام. ايه تاني محتاجين نعرف؟ محتاجين نعرف الكونسترين بتاعنا. الداتا كونسترين ريفرنس قال لي من نوع داتا كونسترين اهي، ده من نوع كونتينر من نوع داتا كونسترين. ده برضو تحت ماي سلاش داتا تايبس اسم الباكج باك سلاش اسم الداتا كونسترين بتاعه. اسم الداتا كونسترين بتاعه. كده يبقى احنا ايه؟ عرفنا الامبلمنتيشن داتا تايب دي. كنترول ايه؟ كنترول اي نظبط المسافات نشيل السبيسز زياده اهي. كده الباكج دي تعتبر خلصت. الباكج دي تعتبر خلصت اللي هي ماي داتا تايبس. ماي داتا تايبس طبعا انا عامل كده كامله. ممكن بقى نعمل مينيمايز للكونسترين، نعمل مينيمايز للجزء بتاع الماي يو انت 8. ممكن نعمله مينيمايز. يبقى انا كده معرف اهو يا شباب. معرف ايه؟ ماي داتا تايبس، معرف في داتا كونسترين الداتا كونسترين يو انت 8، معرف ماي يو انت 8 كسوفت وير بيس تايب، ومعرف امبلمنتيشن داتا تايب هي مبنيه على الكونسترين والبيس تايب ده اللي هو سوفت وير بيس تايب والداتا كونسترين. طبعا لو في اي حاجه مش فاهمها ارجع للسيشن بتاعتها، لان طبعا اكيد انا مش هشرحهم تاني عشان احنا نخلص البروجكت. كده انا بس عشان اعرف الماي يو انت 8 اللي في الاخر هتمبلمنت از سوفت وير بيس تايب على انها انساين كاركتر. تمام. دي كده الباكج الاولانيه اللي اتعرفت. تعال نرجع بقى للباكج الثانيه الانترفيسز. انا عرفت الاليمنتس اللي اسمه انترفيس سندر ريسيفر دول لوك. ده بقى لما اجي اعرف الدور ستيت بتاعته. الدور ستيت بتاعه اهو. عايزين بقى ده الاول فاريبل تايب. ففي الاول فاريبل تايب ده نرجع بقى تاني لموضوعنا. في الفاريبل تايب ده ايه اللي انا محتاجه؟ يعني ايه اللي انا محتاجه فعليا؟ هتقول لي محتاجين نعرف التايب تي ريفرنس بتاعه. يعني انت قلت ان هو دور ستيت، طب هو ده بيماب لايه؟ من انهي داتا تايب؟ فهنقول له نشوف كده التايب تي ريفرنس. التايب تي ريفرنس بتاعته اهي.
نوعها، نوع الديستنيشن بتاعها هل ابستراكت سوفت وير امبلمنتيشن، احنا عندنا نوعها امبلمنتيشن داتا تايب مش ابستراكت، فده هنمسحه وندوس كنترول سبيس ونشوف ايه الانواع المتاحه لينا. فاحنا النوع اللي احنا معرفينه اللي هو الامبلمنتيشن داتا تايب اهو، فهنقول له هنا في السبيس يبقى احنا عايزين نعرفه امبلمنتيشن داتا تايب اهي. والامبلمنتيشن داتا تايب مين اللي متعرف بكونتينر اسمه امبلمنتيشن داتا تايب اهو، اللي هو ده. طب ده موجود تحت انهي حته؟ نقول له ده موجود تحت سلاش روت، اسم الباكج بتاعته ماي داتا تايبس، اسم الباكج بتاعته ماي داتا تايبس اهي اهي. طبعا لو انا بس لو انا ما كتبتش ودوست كنترول سبيس كده، ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا ايه، خلينا كده مثلا ايه، ما عملتش ده صح ودوست كنترول سبيس، ايه اللي هيحصل؟ تعالى نعمل فاليديت كده. قال لي عندك 5 ايرورز، عشان بس الناس اللي بتكتب ورايا. الايرور الاولاني ان انا قلت لك اجنور، اللي هو الريفرنسز ده اجنور، بس دي ايرورز كلها للسكيما، لا ان انت بتفايلوت السكيما في كل الكلام ده. نرجع بقى الصح تاني، كنترول سبيس، ونبدا نحط هنا تحت سلاش داتا كونسترين يو انت 8 اهو، تحتيها باك سلاش اسم الامبلمنتيشن داتا تايب بتاعتي اللي هي ماي يو انت 8، ماي يو انت 8 اهو. تمام. بعد كده كنترول سيف. كده انا خلصت الداتا تايب دي. نمسح السبيسز، نمسح السبيس ده، نمسح، يبقى ده كده السندر ريسيفر انترفيس الاولاني انا مخلصه في الباكج اللي اسمها انترفيسز. انا عملت باكج اولانيه سميتها ماي داتا تايبس، عملت باكج ثانيه اسمها انترفيسز، عرفت في الانترفيسز اللي انا عندي element، الاليمنت ده نوعه سندر ريسيفر انترفيس، وواحد اسمه كلاينت سيرفر انترفيس. السندر ريسيفر انترفيس عملت فيه ان هو يقدر يشيل دور ستيت، والدور ستيت ده من نوع الماي يو انت 8 كامبلمنتيشن داتا تايب انا معرفها اهي فوق. حلو قوي الكلام ده. تعال بقى نشوف الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر انترفيس بقى عملنا نبدا نعرف الايه كنترول سبيس، ايه اللي اخدناه المرات اللي فاتت؟ الاوبريشنز. ايه الاوبريشنز اللي يقدر يشيلها؟ ايه الاوبريشن اللي يقدر يشيلها؟ لو دخلنا جوه الاوبريشن هنقول عايزين نعمل اوبريشن من نوع كلاينت سيرفر اوبريشن، اول ما دوست كنترول سبيس هو جابها لي على طول. تمام. بعد كده كنترول سبيس، ايه بقى الاوبريشنز اللي هي من نوع كلاينت سيرفر اوبريشن ده؟ هنديها شورت نيم، اسم الاوبريشن هو ليد اندرسكور سويتش، اسم الاوبريشن هو ليد سويتش، يعني دي اسم الاوبريشن اللي احنا عايزين نحملها على الكلاينت سيرفر انترفيس ده. كنترول سبيس، ايه اهم حاجه؟ الارجيومنتس، الارجيومنتس اللي انت عايز تشيلها. فاحنا عندنا ارجيومنت واحد بس. ايه الارجيومنتس الواحد ده؟ هو ارجيومنت داتا بروتوتايب، ارجيومنت داتا بروتوتايب. الارجيومنت داتا بروتوتايب اللي احنا عايزين نشيله هو اسمه ايه؟ نقول هو اسمه الليد ستيت، يعني الفانكشن اللي اسمها ليد اندرسكور سويتش دي هيبقى عندها ارجيومنت داتا بروتوتايب اسمه الليد ستيت. ليد ايه؟ ليد ستيت. تمام. نيجي جوه الارجيومنت ده ونحدد نوعه، نوع التايب بتاعه، يعني هو تايب تي ريفرنس بتاعه فين، امبلمنتيشن بتاعه. هنقول برضو هو من نوع implementation data type، implementation data type. والimplementation data type هنقول تحت باك سلاش نفس اللي فوق، يعني نديله نفس التايب اللي فوق. انا مش محتاج اكتر من كده، يعني انا في الاخر ليد اون اوف، يعني ما فيهاش اي حاجه. تمام. الدايركشن بقى، بعد ما نعمل كده نبدا نعرف الدايركشن. يعني ايه الدايركشن؟ نبدا نقول له الدايركشن بتاعتك ايه. فجوه الدايركشن كنترول سبيس عندي اتنين، يا ان يا ان اوت يا اوت. بذمتك الدايركشن ايه؟ انت بالنسبه لده، انت كاوبريشن انت هتكتب حاجه على الليد ستيت ده ولا هيجي لك الامر، يعني يقول لك الليد ستيت ده اون ولا اوف؟ فانت الاوبريشن بالنسبه لك ان الارجمنت ده بالنسبه للاوبريشن هو انبوت، يعني انت بتاخده بس عشان تستخدمه، مش عشان تطلع عليه حاجه، او هو تو دايركشن، فهنقول له ان. تمام. حلو قوي على الكلام ده. ده كده باختصار احنا كده كتبنا، يعني احنا كده باختصار عملنا كده زي ايه، ما بيقولوا كده، سوري، كده عملنا الانترفيسز، الانترفيس دور لوك والانترفيس كلاينت سيرفر ليد. في حاجات في الكلاينت سيرفر ممكن ازودها معاكم النهارده عشان اعلمكم حاجه جديده في الموضوع ده. في
افرض الليد سويتش دي، يعني تعالى كده نكتب مع بعض، انا عايز اقول لكم عايز اعمل ايه. الليد سويتش ده كفانكشن خلاص، هي دي المفروض دي دلوقتي هتبقى عامله كانها كده، يعني الاوبريشن دي كانها ليد اندرسكور سويتش، وتاخد الارجيومنتس اللي اسمه ليد طبعا يو انت 8 اللي هو ماي يو انت 8 يعني ليد اندرسكور ستيت. تمام، دي اسم الفانكشن. طب الفانكشن دي بترجع حاجه؟ لا، انا مش عامل ان هي ترجع حاجه. طب ما انا عايزها ترجع حاجه، والحاجه دي تبقى يا اما في ايرور، يعني ايرور اندرسكور اوكي يعني مفيش ايرور، يا اما ايرور اندرسكور نوت اوكي يعني في ايرور، يعني في ايرور، يعني ايرور اوكي يعني مفيش ايرور، ايرور نوت اوكي يعني مفيش، يعني ايرور اوكي ارجع زيرو ايرور، اما هنا ممكن ارجع 1 ايرور. فليه؟ لو انا عايز ريتيرن، يعني انا لو عايز اقول له انا عايز ريتيرن حاجه، انا اللي انا عامله دلوقتي ده كده ما يريتيرنش حاجه. طب انت ليه عايز تعمل ريتيرن وتعقد نفسك؟ عشان بنتعلم بس. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان انت ممكن وانت بتروح تكتب على البنيه، افرض البورت مش قايم، افرض انت كنت بتكتب على اس بي اي والاوبريشن مش موجوده، فانت لازم تدي انديكيشن للي ناداهك ان في مشكله، في ايرور او في حاجه. هتقول لي ما تعرف ارجيومنتس تاني من نوع ان اوت وحط فيه، اقول لك اه صح، ما دي انت هتعمل ارجيومنت تاني وتخليه ان اوت لو انت عايز بوينتر، او اوت بس لو انت عايز ترجع عليه حاجه. انا معاك، بس انا عايز اعلمك ازاي تعمل ريتيرن بس للعلام. هتقول لي طب خلاص قول لي عايز اعمل ايه وانا اعمله. هقول لك كالاتي، بص يا سيدي، هنيجي هنا بعد كلمه arguments دي ونعرف ايه البوسيبل ايرورز اللي ممكن تحصل. هنعرف كده حاجه اسمها بوسيبل الداتا، بوسيبل ايرور قصدي ريفرنس، بوسيبل ايرور ايه ريفرنس. ده انت بتعرف فيه البوسيبل ايرورز that may be raised by the referring operation. تمام، الكونتينر اهو. تبدا هنا تبدا تقول له مثلا انا عايز اعرف، بص تيجي من جواه مش هتلاقي الا كونتينر واحد بس اسمه البوسيبل ايرور ريفرنس، يعني نوع الايرور ده فين. هتقولي انا مش معرف اصلا ايرور في اي باكج عشان اريفير ليها. اقول لك يبقى احنا هنخرج بره الكونتينر ده، تمام، ونعرف. هنخرج بره الكونتينر ده اللي هو اسمه اوبريشن اصلا. يعني ايه؟ انا هنا خلي بالك انا جوه الاوبريشن، يعني انا جوه الانترفيس قلت انا عايز اعرف اوبريشن، فقلت انا عايز اعرف كلاينت سيرفر اوبريشن، وجوه الكلاينت سيرفر اوبريشن انا بقول احتمال يبقى في ايرور في الاوبريشن دي، فالمفروض تديله ريفرنس لنوع ايرور معين. فيبقى انا محتاج اعرف اصلا الاول مين، اعرف الايرورز، اعرف الايرورز الاول واعمل ريفرنس ليها ان الاوبريشن ده ممكن يبقى عنده الايرور ده. فانا هخرج بره الاوبريشن بس هكون لسه ستيل جوه الكلاينت سيرفر انترفيس، يعني لازم تكون جوه الكلاينت سيرفر انترفيس، وتعرف حاجه اسمها البوسيبل ايرورز. البوسيبل ايرورز ايه الاحتمالات الايرور للانترفيس ده، وتقول له انا عندي مثلا ايه 2 ايرور. واحد طبعا هو ما فيش الا كونتينر اهو، نوعه ابلكيشن ايرور. انا عندنا 2 ايرور من نوع ابلكيشن ايرور. اول ابلكيشن ايرور هو الشورت نيم بتاعه هنسميه ان ده الايرور اوكي يعني مفيش ايرور، ونيجي جوه ده ونقول ان ده ليه مثلا ايرور كود، الايرور كود الفاليو بتاعته هنخليها مثلا 0، ده في الاخر هيبقى ماكرو. وهعمل نفس الكلام، هعرف ابلكيشن ايرور تاني. طبعا الكلام ده كله في البوسيبل ايرورز اللي جوه الانترفيس اللي اسمه كلاينت سيرفر انترفيس، وهعرف ان ده اي نوت اوكي، تمام، وده الايرور بتاعه 1، يعني في ايرور ب 1. واجي بقى هنا في الكلاينت في الاوبريشن تحت الاوبريشنز، تحت الاوبريشن معرفين ان عندنا اوبريشن واحده اهي، قلنا ان دي الارجيومنتس بتاعتها والشورت نيم بتاعها اهو، والبوسيبل ايرور ريفرنس بتاعها كام. فهنقول البوسيبل ايرور ريفرنس بتاعها ان هو من نوع ابلكيشن ايرور اهو، من نوع ابلكيشن ايرور. طب النوع اللي هو من نوع سوري، من نوع الابلكيشن ايرور ده، من نوع الابلكيشن ايرور موجود فين؟ هنقول له موجود تحت باك سلاش اسم الباكج بتاعتي انترفيسز، تحت اسم الانترفيسز انترفيس كلاينت سيرفر، تحت الانترفيس كلاينت سيرفر اللي هو الايرور اندرسكور اوكي. يبقى نقول له عندنا ريتيرن فاليو ممكن يرجع يا معلم، ده بوسيبل ايرور ريفرنس. البوسيبل ايرور ريفرنس ده اهو من نوع ابلكيشن ايرور، من نوع ابلكيشن ايرور
اهو، ما ده اسمه، ده اسم الكونتينر ابلكيشن ايرور، اهو من نوع ابلكيشن ايرور اسمه ايه اندرسكور اوكي. وبرده عندي ريتيرن تاني ممكن يحصل ايرور تاني اللي هو برده من نوع ابلكيشن ايرور، ولكن المره دي بقى اللي هو ايه، اسم الباكج، اسم الانترفيس، بس المره دي اي نوت اوكي، الاي نوت اوكي. كنترول ايه، كنترول اي عشان تظبط التابس، نشيل المسافات، ويبقى كده عندي ايه اهو، سوري، كنترول اس، اعمل فاليديت وتاكد ان انت ما عندكش اي ايرور. فاليديت، قال لك انت عندك وان ايرور بس اللي هو اللي انا قلت لك طنشه كده، يبقى 100 100. كده انت عندك اهو الانترفيسز، عندك الانترفيس بتاع الدور لوك انترفيس بالداتا اليمنتس بتاعته، عندك الكلاينت سيرفر انترفيس عندها اوبريشن واحده، والاوبريشن دي عندها بوسيبل ايرور ريفرنس، والايرور ريفرنس انت معرفها بوسيبل ايرورز، ابلكيشن ايرورز اهي، والفاليوز بتاعتها. نقدر بقى البوسيبل ايرورز دي نعمل لها مينيمايز عشان بس نسهل الفيو عندنا، ويبقى ده الانترفيس اهو، وده حاجته. ده كده الباكج الثانيه. تعالى كده نشوف احنا عملنا ايه. لو جينا كده في الديزاين هنلاقي ده الديزاين بتاعنا. عندنا الباكج الاولى اللي هي ماي داتا تايبس، الاليمنتس بتاعتها اهي، داتا كونسترين وسوفت وير بيس تايب وامبلمنتيشن داتا تايب اهو. بعد كده عرفنا ان احنا عندنا انترفيسز باكج، ودي عندها 2 انترفيس، واحد اسمه sender receiver interface والتاني اسمه client server. يبقى عندنا interfaces فيها sender receiver client server، وعندنا my data types فيها software database وsoftware base type وimplementation data type. تمام، حلو قوي قوي قوي. لو انت برضو عايز تشوف اهي، يعني خلينا نشوف الدنيا. ديزاين، تمام ماشي، كنترول ماينس ماينس، تمام كده. الباكج اهي خلصنا الاولانيه، واقدر اعمل لها مينيمايز، والباكج الثانيه اقدر اعمل لها برضو ايه مينيمايز وحاجتها اهي. تعالى بقى نشوف عايزين نعمل ايه. كده يبقى التو انترفيسز عندنا. ايه تاني يا باشمهندس عايزينه؟ عايزين نبدا نعمل المنظر ده، عايزين نعمل المنظر ده، عايزين نعرف في الابلكيشن من نوع ECU Abstraction Software Component Type. تمام، هنسميه دور سنسور ابستراكشن سوفت وير كومبوننت. هنعرف جواه internal behavior IP دور سنسور ابستراكشن سوفت وير كومبوننت، وفي الانترنال behavior هنعرف فيه 2 رانبل، واحد اسمه void led underscore switch رانبل، والتاني اسمه ايه؟ طبعا لازم ده يبقى اسم الاوبريشن led underscore switch underscore رانبل. طبعا هو ممكن يبقى اسمه كده، بس لازم يبقى اسم السامبل الامبلمنتيشن بتاعه يبقى led underscore switch. وهنعرف الفيديو ريد دور سنسور رانبل، والفيديو سوري الفويد ريد دور سنسور رانبل ده ممسوك عن طريق تايمنج ايفنت RTE تايمنج ايفنت، بيشتغل مثلا كل 10 مللي، ممكن نخليه كل 100، خليه يا عم دلوقتي كل 10 وخلاص عشان ماشي مع السلايد مفيش مشكله. كل 10 مللي ده هيروح ينده على مين؟ على الرانبل ده. الرانبل ده يروح يكلم الدي اي او، يتاكد ان البنايه باب مش مفتوح او مقفول، وبيروح يكلم البورت بتاع البروفايدر بورت سندر ريسيفر ده، اللي هيروح يكلم الانترفيس ويبعت الدور ستيت، ويبعت الدور ايه ستيت. ونفس الكلام الالجوريزم فوق لو ما يشوف يبعت على ينده على الاوبريشن، ينفوك الاوبريشن. فهنعرف هنا ار تي اي من نوع اوبريشن انفوكد ايفنت، ده ار تي اي ايفنت من نوع اوبريشن انفوكد ايفنت، ده لما ده في حاله الاسynchronous، ده لما يتنده اللي يحصل يروح ينده على طول الليد سويتش رانبل، يروح ينده على طول الليد سويتش رانبل. في حاله السنكرونس مش محتاجينه، هو على طول اول ما انت تنده هيكول على طول دايركت الليد سويتش رانبل. انا في الامبلمنتيشن دلوقتي هنمبلمنت ان هو ينده على طول يعني في الار تي اي، بس ممكن بعد كده لما ناخد معانا الاو اس نبدا نعمل حاجه في الاو اس ده، ان ده يبقى سنكرونس، بس مش دلوقتي. تمام، تعالى نبدا نعمل الكلام ده مع بعض. بس الاول يبقى نرجع بقى الاول نعمل ايه؟ نعرف البورتات الاول، نعرف البورتات الاول والرانبل الاول. نرجع للكود بتاعنا، هنعرف السوفت وير كومبوننتس.
السوفت وير كومبوننتس بتاعتنا. عايزين نعرف اول حاجه من نوع abstraction software component. هنقول ايه بقى؟ هنيجي هنا في السوفت وير كومبوننت واقول له عايزين نعرف من نوع هو كان اسمه ايه؟ تعال نشوف كده في البي دي اف. فين البي دي اف؟ اهي سوفت وير كومبوننت اهو، اسمه اي سي يو ابستراكشن سوفت وير كومبوننت تايب. مش هنقول له اي سي يو، لا elements الاول. في السوفت وير كومبوننت هنعرف elements الاول، بعد كده من جوه الاليمنتس هنقول له اي سي يو abstraction software component type. هنعرف software component type من نوع ECU abstraction software component type. ال ECU abstraction software component type دي بقى نسميها ايه؟ يلا نسميها مع بعض. الشورت نيم بتاعها هنسميها ECU دور سنسور، قصدي دور سنسور abstraction software component. دور سنسور abstraction software component. تمام.